جبت لكم اليوم KFC للبيت. حضرت لكم اليوم أطيب وصفة بروستد مع أسرار البهارات بطعم كتير طيب وبينافس المحلات. تعالوا لنشوف أطيب بروستد طريقة المطاعم كيف يطلع معانا جوسي ويستوي معاكم من برا ومن جوا ويطلع معانا مقرمش. في البداية رح نحضر أطيب خلطة بهارات للبروستد اللي هي طريقة المحلات. ضفت هون معلقة ونص من الملح، طبعا الملح حسب كمية الدجاج اللي عندكم. أنا تقريبا استخدمت أقل من كيلو من صدور الدجاج. وهون نص معلقة من الهيل المطحون. طبعا بهاراتنا بدها تكون كلياتها من الألوان الفاتحة حتى ما تعطينا حرق لون محروق لخلطة البهارات. وهون ضفت كمان نص معلقة من الكركم، وراح أضيف كمان معلقة صغيرة من الكاري بيعطينا طعم كتير طيب للبهارات. وراح أضيف كمان نص معلقة من الزنجبيل المطحون، وراح أضيف كمان ربع معلقة من الفلفل الأبيض، ما استخدمت فلفل أسود حتى ما يحترق عنا على القلي. وأكيد ما ننسى الثوم البودرة والبصل البودرة اللي هن أساسيات بخلطة البروستد. حطيت معلقة صغيرة بمعلقة صغيرة. هلأ بخلط البهارات مع بعض حتى يتجانسوا وبننتقل للمرحلة اللي بعدها. هلأ بهاي المرحلة بدنا ننتقل لتحضير الدجاج. أنا عندي هون تقريبا كيلو من صدور الدجاج، وعندي هون من الفتايل يلي بتجي ورا قطعة الصدر. أنا تقريبا إلي فترة عم بجمعها حتى أعمل فيها وصفة بروستد. شايفين بتجي عنا هاي كتير طرية وبتستوى بسرعة. هلا رح ننتقل لمرحلة تقطيع الدجاج. أنا بدي أقطع الصدر لأصابع معي، يعني ما تكون رفيعة كتير ولا خميلة كتير، بهاي الطريقة. طبعا الدجاج نقعته بمي وملح وليمون وغسلته ونقعته وصفيته كتير منيح مثل ما شايفين، يعني مثل أصابع الستريبس. هلأ بدنا نحضر لخلطة نقع الدجاج. أنا هون هاي البهارات اللي خلطناها راح أرجع استخدمها بنقعة البهارات. تقريبا حطيت 3 معالق صغار من خلطة البهارات، وراح أضيف من المي الدافية، لا هي باردة ولا سخنة، دافية. طبعا الأغلب بينقعوا الدجاج بالحليب، ولكن نحن بدنا نستخدم طريقة المطاعم، بيستخدموا المي وبتعطينا نتيجة كتير طيبة. بحطوا حليب ومي، بيفرطوا الحليب، فهيك البتر نحن بنسميها بتر. البتر هي عبارة انه بتهري الدجاج ولكن ما بتخلي طعمة البهارات تتغلغل بالدجاجة. نحن منا طعمة البهارات، الدجاج معنا رح يستوي لأني رح نضيف خل، ضفنا ليمون، رح يساعد هذا على هريان الدجاج، ولكن نحن بدنا نحصل على نكهة البهارات تتغلغل بقلب الدجاج، والبتر ما بيساعدنا على هذا الشي. هلأ بعد ما ضفنا الليمون بقشره، ضفت حبة ليمون وضفت تقريبا نص فنجان من الخل الأبيض. هلأ بنحرك المكونات مع بعض وبنضيف بعدين الدجاج وبنتركه ينتقع، يعني مدة لا تقل عن 6 ساعات. إذا عندك وقت الكافي تنقعيه ليلة كاملة، وأنا بفضل إنه ينتقع ليلة كاملة. طبعا كمان جبت لكم وصفة البطاطا اللي بتيجي جنب الدجاج جنب البروستد، كمان ما نسيتكم بهاي الوصفة. طبعا بقطع البطاطا بالشكل اللي بدكم اياه. انا هون قطعتها مثل طريقة المطاعم بهاي الآلة، يعني السماكة ما تكون عندي لا سميكة كتير ولا رقيقة كتير، بهاي الطريقة. انا هون استخدمت 3 حبات من البطاطا. هلا بعد ما اخلص تقطيع بغسلهم من النشا مرتين 3، وهلا رح اضيف لهم من البهارات البروستد. تقريبا استخدمت نص معلقة صغيرة، وراح أضيف كمان معلقتين كبار من الطحين ونص معلقة صغيرة من النشا، وبخلط البطاطا مع البهارات والطحين والنشا وبباشر فيها بالقلي. هلا رح أحكيكم على طريقة القلي كيف تطلع معاكم مقرمشة وطرية من جوا.
هلأ بخلطهم بهاي الطريقة، بنوزع كل كمية البهارات الموجودة وبننتقل لمرحلة القلي. هلأ بزيت غزير، زيت نباتي، رح نبلش نقلي البطاطا. بنحاول إذا ملزقين على بعض نفردهم من بعض. هلأ البطاطا بعد ما صارت تقريبا نص استوى رح ارفعها من على النار. أنا ما بدي إياها تستوى عندي بالكامل أو تحمر، رح نرجع نقليها مرة تانية حتى تبرد عندي. بس تبرد عندي البطاطا برجع بقليها بالزيت، بتطلع معانا نفس طريقة المطاعم. هلا بعد ما انتهى عندي الدجاج رح نبلش بتطحين الدجاج. أنا هون عندي طحين متعدد الاستخدامات، أي نوع طحين عندك. رح أضيف عليه معلقتين من النشا. النشا بيعطينا قرمشة للعجينة تبعت البروستد. وأكيد نضيف من خلطة البهارات اللي خلطناها. رح نضيف معلقتين كبار ونخلط الطحين مظبوط. وأكيد رح نضيف صرف من الفانيليا، بيعطينا طعمة وريحة كتير طيبة للبروستد، بتعطينا نفس ريحة اللي بتطلع من المحلات. هلأ بنخلط المكونات اللي حطيناها على الطحين كتير منيح. وهلأ رح نبلش نحضر لخلطة البيض. أنا هون عندي مي عادية من الحنفية صالحة للشرب، وحطيت فيها بيضة. وأكيد رح أرجع أضيف من بهارات البروستد ورح أخلطهم كمان كتير منيح. السر بخلطة المي والبيض هي اللي رح تعطينا الحرشفة للدجاج. هلا رح نبدأ بعملية تطحين الدجاج. أول اشي منطلع الدجاجة من النقع، منحطها بالطحين، بعدين مننفضها هيك بهاي الطريقة. شايفين؟ بعدين نرجع منحطها بخليط المي والبيض لمدة ثواني، وبعدين برجع بطلعها وبحطها بالطحين. وهون نبدأ بتطحين هيك بهاي الطريقة، بنضغط عليها حتى تعطينا الحرشفة الصح مثل ما شايفين. ومننفضها من الطحين كمان لسه بدها. شفت؟ شايفين؟ عطتنا الحرشفة الصح. هلأ بعمل كمية صغيرة على قد اللي بدي احطهم بالزيت النباتي، بالزيت الغزير. ما بحاول اني اطحن كل الكمية عندي اول باول، لاني هيك رح ينشف عندي الطحين ويطلع عندي معجن او قاسي على القلي. هلأ بدي اختبر حرارة الزيت عندي. حطيت هيك من الطحين حتى اشوف. طبعا ما لازم يكون عندي الزيت كتير حامي أو بارد، رح أحطه على درجة حرارة وسط حتى يستوى عندي من برا ومن جوا. هلا هيك تأكدت إنه الزيت عندي صار حامي، بقدر إني أحط الدجاج مثل ما شايفين. طبعا أنا كيف بقدر بعرف إنه الدجاج عندي استوى؟ أول ما بنحطه بالزيت النباتي بتلاقي الدجاج هو صار بقاع المقلاية. بس يبلش عنا يستوى ببلش يرتفع على وجه الزيت، هون بعرف إنه الدجاج عندي استوى من جوا. هون بقى بصفي علينا إنه نعطي لون حلو للدجاج. هاي بعد ما بلش ياخد عندي لون مثل ما شايفين. شايفين الحرشفة الصح كيف طلعت معي؟ هلأ أخدوا عندي اللون مثل ما شايفين. رح ارفعهم من على النار واحطهم على مصفاية. وهيك صار عنا أطيب بروستد. طبعا هاي البطاطا رجعت قليتها بالزيت، شوفوا ما أجملها وما أحلاها. طلعت عنا مقرمشة من برا وطرية من جوا والطعمة خيال. وهاي البروستد صار عنا جاهز. شوفوا لي الطراوة كيف طري معانا ومستوي من جوا. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، وشكرا لحسن المتابعة. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس، ويعطيكم ألف عافية.